حاجه هبتدي بيها ان انا لما اتكلمت على الفيديو بتاع رضوى الشربيني اللي قالت فيه كلام حلو جدا جدا، ان ازاي الست تبقى ذكيه من جوه وغبيه من بره. هي تحاول على قد ما تقدر تبقى ايه ده في ايه كده زي ما هي مثلت كده. الحقيقه كلامها صح بكل المقاييس، ان الرجاله ما بيحبوش الست اللي تبان ذكيه، اللي تصلح لهم، حتى لو هي كلامها صح مش مهم. يعني بيحبوا الست اللي تبقى قاعده كده زي الشوال كده، قاعده وتقول حاضر ونعم وما تصلحش، وتبقى عامله ان هي مش عارفه حاجه، مش فاهمه حاجه، وما تعرفش حاجه في ايه يعني، ولا حاجه ولا تعرف، وانا اعرف اعمل ده لازم انت اللي تعمله. طب ده انا ما اعرفش ما اقدرش. كل دي هي دي الست اللي المفروض الراجل بيحبها، وده واقع. نسأل نفسنا ليه وصلنا لهذه المرحلة؟ ليه وصلنا ان الراجل بيحب الست دي اكتر من الست الذكية؟ الراجل بقى بيحب الست دي علشان سبب رئيسي واسباب فرعية. السبب الرئيسي انه الرجالة في الزمن الحالي، وهتكلم عن المصريين انا ما اعرفش العرب، معدومي الثقة بالنفس، وده نسبة كبيرة منهم، هنقول 90%. عندهم مشكلة كبيرة في الثقة بالنفس، فمش مستحمل حد يجي يصلح له ولا يعدل له ولا يحسسه انه هو احسن منه او بيفهم احسن منه او اذكى منه او اشطر منه، مش مستحملها. بتضرب عنده في الايجو ضربه بتقسمه نصين. فهو ده السبب الرئيسي. اي ست هتيجي على الايجو بتاع الراجل بطريقه مباشره، انت كده خلاص مش هتسلكي معاه، مش هتوصلي معاه لحاجه، هيخلي حياتك نكد، هيخليها جحيم. من الاسباب التانية انه هو الراجل بيحب انه يحس انه ملجأ، انك محتاسه ومش عارفه تعملي ايه ولجأتي له. في رجاله ما بتحبش كده، بالعكس اللي هو تصرفي من بعيد بره عني. لكن في رجاله كتير اللي عايز يحس بقيمته، عايز يحس انه مفيد، فعايز يتدخل في حياه ولاده بشكل مستفز، عايز يزعق، عايز يثبت وجوده، عايز يثبت his grounds، يعني يبقى كده له صوت في البيت وله هيبه وله كيان وله ساي في البيت. فطول الوقت احساس ان الست تحسسه ان هو ملجأ وملاذ، ومحدش هيحلها غيرك ومحدش هيفكها غيرك، وان احنا ملناش غيرك، وانت كل حاجه، وانت حلال العقد، وانت حلال المشاكل، وانت في زيك. املي الايجو. طول ما انت بتنفخي الايجو الراجل هيسيبك في حالك الى حد كبير. ويعني ده من كتر ما هو عنده عيوب بالعبيط.